الفيفا يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية 2023. الخطيب يحسم صفقة التعاقد مع نجم منتخب مصر ب30 مليون جنيه. كشف الحساب الرسمي الفيفا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات القليلة الأخيرة عن بيان هام قد قام بإرساله إلى النادي الأهلي المصري، والذي جاء في إطار التعليق على مشاركة النادي الأهلي في مونديال الأندية 2022 المقرر أن ينطلق خلال الأيام المقبلة. وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ما أعلن عنه الفيفا في هذا الصدد. وقد نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات الأخيرة صورة للاعب النادي الأهلي والذي قد علق عليها: نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية، وذلك بعدما تم تأكيد مشاركة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية هذه النسخة. فمن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والتي تعد هي المركز الثامن كذلك في تاريخ النادي. وقد جاءت الفرق المشاركة في هذه النسخة في بطولة كأس العالم للأندية على النحو التالي. وقد كان النادي الأهلي المصري قد أبقى بيان هام من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي يتضمن الموعد الرسمي الذي يتم من خلاله إرسال قائمتي المبدئية والنهائية، والتي يتم اعتمادها رسميا من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة بالمغرب. وفي هذا الصدد فمن المقرر أن يتم إرسال القائمة المبدئية للمشاركة في كأس العالم للأندية في يوم 9 يناير المقبل، على أن يتم إصراف كذلك القائمة النهائية، وذلك قبل انطلاق المونديال بنحو 48 ساعة. الخطيب يحسم صفقة التعاقد مع نجم منتخب مصر ب30 مليون جنيه. كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي بأن الكابتن محمود الخطيب قد قاد مفاوضات التعاقد مع نجم منتخب مصر ولاعب فيوتشر خلال الساعات الماضية، وهذا تمهيدا لانتقال اللاعب بشكل رسمي إلى صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وتعويض الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، وذلك بعدما تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، وأصبح الأهلي يعاني من أزمة في الجهة اليمنى للفريق. أشارت تقارير إعلامية إلى كون الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة فيوتشر بهدف الحصول على توقيع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم منتخب مصر ولاعب الظهير الأيمن في نادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الحالي. وبحسب التقارير فإن الأهلي مستعد لتقديم نحو 30 مليون جنيه كاش ودفعة واحدة من أجل الحصول على خدمات عمر كمال في هذا الميركاتو، شاملة راتب اللاعب خلال أول سنة في عقده. وكانت مصادر مطلعة في القلعة الحمراء قد أكدت بأن الإدارة بقيادة الكابتن الخطيب تأمل في حسم الصفقة مستفيدة من العلاقات الجيدة التي تربطها بإدارة فيوتشر. ومن المتوقع بأن يدخل الأهلي أكثر من لاعب شاب في تلك الصفقة، ويتم انتقالهم على سبيل الإعارة إلى فيوتشر حتى نهاية هذا الموسم. ذكرت بعض التقارير الإعلامية بأن لجنة التعاقدات في الأهلي قد وعدت المدرب السويسري مارسيل كولر بتلبية كل طلباته والحصول على توقيع 4 أو 5 لاعبين على أقل تقدير خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية. ويذكر بأن الأهلي حتى هذه اللحظة قد حسم التعاقد مع 3 لاعبين جدد، وهم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة والذي انتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة، وكذلك عبد العزيز يعقوب القادم من صفوف ريو إيفي البرتغالي، بجانب محمد الضاوي كريستو مهاجم النجم الرياضي الساحلي.